السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا وحشتونا وحشتونا. هنستهل النهارده حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، ونشهد جميعا بان سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، والله العظيم لو بتجيلكوا اسئله زي اللي بتجيلي عشان تجاوبوا عليها لا تقفلوا القناه من كثرة الملل. تخيل كده تفتح واتس تلاقي عليه أسئلة عن الحمام، تفتح رسائل ماسنجر تلاقي عليها أسئلة عن الحمام، تفتح الفيسبوك تلاقي ناس بتكلمك في الحمام، تليفونك الموبايل رسائله عن الحمام، تليفون الموبايل رسائله عن الحمام واتصالاته عن الحمام، تعمل تليجرام تلاقي رسائله عن الحمام والاتصالات فيه عن الحمام، يتصلوا بيك من الماسنجر عشان الحمام، تعمل ايمو يتصلوا بيك عن الحمام ويبعتوا رسائل عشان الحمام. ماشي، ربنا يخلي لنا الحمام. ثواني يا جدعان لحسن زهقت من ميتين ام الحمام على اهداب يعني. اسفين 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 واسفين، غير ان احنا ندي بعض اسفين. بصوا يا رجاله، الناس اللي بتنزل تتطخ وتاخد على قفاها، احنا ما بننزلش نشتري معاك حمام، انت بتنزل لحالك. فمعنى ان انت تجيب حمام مش بيور معناها ان انت عديم الخبره. مع احترامي احب اقول لك سيادتك معدوم الخبره. لو عندي سيادتك خبره هتجيب الحمام الحلو اللي على كيفك. فانت كيفك ايه؟ ما اعرفش. واللي بيشرب مارلبورو غير اللي بيشرب كليوباترا غير اللي بيشرب سيجار. كلفي يا جاريه او بتبخي يا جاريه، كلف يا سيدي. لما تقول لي انا وقعت في مراسلات وحشه مش تقليب، طب دفعت فيها فلوس يا نجم، يبقى انت مش خبره عشان تشتري حمام. الناس الخبره اللي بتشتري حمام فاهمين يعني ايه مواصفات حمام نازلين يجيبوه بالمقاييس اللي في دماغهم، لان هم عارفين في الجمجمه دي شويه اشكال والوان، ان كان كده ولا كده، كده جيبه كده ما جيبوش. ده لو في كده ظاهر مش هجيبه، ولو في الحته دي ممكن اتغاضى عنها، ولو في الوضعيه دي ممكن اجيبه وممكن لا، ولو لقطه ممكن يخدمني اجيبه، ولو مش عارف ايه. الناس دي مش سهله، ما اتخلقناش لوحدينا في جمهوريه مصر العربيه نفهم حمام. في ناس اباطره، في ناس بابوات، ناس فاهمه حمام، رضعه حمام، بتمسك فرد الحمام تنخله، بتمسك فرد الحمام تزنجفه، تمسك فرد الحمام تبشرفه كده في ايدك، بتزغرده، بتشل حركته، فاهمه هي بتعمل ايه. الغاوي الحريف غير الغاوي البلوبيف اللي واخدها بالدراع. ده شفناه وعاشرناه وقابلناه واحتكينا بيه وتعاملنا مع اللي جابه، وده شفناه واحتكينا بيه وتعاملنا مع اللي جابته. الناس الحلوه اتعاملنا معاها والناس الوحشه اتعاملنا معاها. انا عمري في غاية الحمام ما بحب الكلام الكتير، وتملي لما كنت بقعد مع غوايتي يقول لك انا هبطلك غاية الحمام، كنت ابقى مستغرب وحاطط ايدي كده زي النسوان على خدي واقول له انت كذاب. ليه يابا انت ايه اللي دخلك في الكلام؟ اقول له اصلي ما بحبش حد يقول انا هبطلك غاية الحمام، لان هيطلع واحد يقول لك طب انا هبطلك انت غاية الحمام، ويطلع واحد تالت يقول لك طب انا هبطلكم كلكم غاية الحمام. مين في ايه يعني؟ انا مش فاهم في ايه، في ايه يعني؟ ده احنا شفنا ناس كانت بتنام لناس في الغيات، ناس حطوا سراير وكنب فرشة يناموا عليها في الغية عشان يلاقيك بتدشر الصبح يطلع يرازي اهلك.
واللي جاب لي التاني صاروخ، واللي جاب له مدفع، واللي جاب له طاسه يضرب، واللي جاب له جزم وشويه خشب وحاجات يحدف بيها، وحتت بغدادلي صغيره كده يحدفها الله. يعني هو الغية فيها ناس محترمه وفيها ناس مهزأة عايزه تتضرب بالجزمه، فيها عيل يقل قيمتك ويقل كرامتك لو انت عرفته. الغية كده، الغية فيها واحد يتصل بيك يقول لك يا باشا السلام عليكم. وعليكم السلام، والنبي يا سعادة الباشا انت مسكت لي مسود. تقول له لا والله، يقول لك شكرا يا باشا. وفي واحد يا باشا المسود ده عندك اتلف كده والنبي حد يجيبه لي ولا ايه. في بيئة وفي بيئة، وكل حاجة في الدنيا بتلم. كرة القدم بتلم، كرة القدم بتلم. المدرجات قاعد فيها الأمي والمتعلم والوحش والحادق وكله. ما تقدرش تقول اللي جنبك قوم من هنا. بيخلص الوقت كل واحد بيروح لحال سبيله. السوق بتاع الحمام بيلم، بيلم المسجل ولغاية سيادة اللواء اللي نازل يشتري حمام وهو على المعاش. بيلم المحترمين قوي والمهزئين قوي، ملمومين مع بعض. ممكن اللواء يشتري من مسجل، والله العظيم حصلت. اللواء ده يشتري من عيل مسجل حمام تحفة وياخده ويمشي. بس بعد ما ده بيمشي وبعد ما ده بيمشي والسوق بيتفض، ده غار في داهية وده مشي. كل واحد فيهم مشي راح لحال سبيله. كل واحد رجع لوضعه، رجع لسكناته، رجع لمكانه. اللواء لواء والمسجل هيفضل طول عمره مسجل وقفشخنجي. فمحدش يزعل انه بيشتري حمام مضروب ويرجع يندم على انه اشتراه. لو انت سيادتك كانت عندك الخبرة ما كنتش هتشتريه. واحد بيقول لي في ناس حوالين مني واخدين الغية عافية. واخدين الغية عافية، تقول لهم ايه؟ هم حوالين منك ورافعين جناب، سواء قبليك او بعديك. هم غواية يا ابني، وده بيتهم. ما نقدرش نقول لهم تقول لهم ايه. انت شايفهم واخدين الغية عافية عشان هم مش على هواك، ما برضو ممكن يكونوا هم انت مش على هواهم. دع الخلق للخالق ودع الملك للمالك. دع الخلق للخالق ودع الملك للمالك، هو المتصرف فيه. ما تجيش عمرك على حد عشان ما حدش عمره يجي عليك. ما تتريقش على حد عشان ما يجيش اليوم اللي حد يتريق عليك. انا كان ليا صديق عمر من سنين، كان ما بيسيبش الطوبة، ما بيسيبهاش في حالها. الطوبة يشوطها، ما كانش بيسيب الطوبة اللي في الأرض لحالها، كان بيشوطها. معناه ان هو ايه؟ مؤذي. ثواني هتجيب ولا لا اله الا الله. مؤذي، بيتريق على الكبير والصغير والعجوز والعجوزة وكله بيتريق على طوب الأرض. وبعدين كبر زي حالاتنا كده ودخل في الأربعينات والخمسينات، طلعت عليه أجيال بقوا بيتريقوا عليه. فربنا سبحانه وتعالى بيجعل لكل شيء سبب، وكما تدين تدان. امبارح كان يومك، النهارده يومي انا. امبارح كان يومك، النهارده يومي. بكره يوم اللي جاي ناس تانية، لا بتاعي ولا بتاعك، بتاع ناس تانية. بعده بتاع ناس تالتة، ناس رابعة، ناس خمسة، وحياة بنسلمها لبعضينا.
انت فين ابوك وفين امك وفين جدك وفين ستك وفين جد ابوهم وامهم واللي حياه ماشيه. فيا صاحب غية الحمام يلي بتشتري حمام وحش، ده عيبك. انت ما تربيتش على الصح. ويلي بتقول لي قول للناس كلمة، ما نقدرش نقول لأي حد أي كلمة طول ما هو عايش حياته تحت مظلة الله سبحانه وتعالى، بيعمل كل حاجة بحرية. بيرازيك بقى رزيه، بيضايقك بقى ضايقه، بيخنقك بقى اخنقه، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، بيصفر لك صفر له. شوف يعني، اعمل ما بدالك من إيقاع كيفما يفعل عليك إيقاع آخر. وصلت؟ حد بيحدفك بكورة، وطي هاتها تجيله بيها. تمام؟ ما تمشيش طيب، ما تمشيش مسالم، ما تاخدش على قفاك والطاطي. بص شوف مين اداك اديله. تمام؟ لأن هي ماشية كده. ومش بقول لك بلطج، أنا بقول لك مين اداك، مين اعتدى الأول. واحنا ما بنقولش حاجة، لأن اللي يقول لي أنت بتحرض أقول له أنت راجل ابن 60 كلب عايز بالصرمة. لأن ربنا من فوق 7 سما يا راجل يا صرمة بيقول ها ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. أنا بقي اتفتح ولا إيه؟ في إيه؟ تمام؟ فربنا قايلها اللي بيعتدي علينا نعتدي عليه زي ما اعتدى علينا. ربنا هيقف جنبك، ربنا هيقف جنبك. مش بنقول، مش بنحرض، احنا جايبين نص قرآني. انا راجل عن نفسي، تديني كتف اقول لك ايه يا عم في ايه، ترزعهولي تاني ازقك اشقلب كيانك. يعني ممكن اول مرة اقول عفى الله عما سلف، التانية لا. وصلت؟ ما بعتبرهاش حلقة حمام، بس بعتبرها كده حاجة على المشي. سد خانة في يوم. السلام عليكم.